كنت قاعد لوحدي في الشقة، والدنيا كانت هادية جدا في العمارة. الساعة كانت حوالي 1 بالليل. كنت بشرب الشاي على الترابيزة الصغيرة اللي جنب الكنبة. دخلت المطبخ عشان أجيب السكر، ولما رجعت تاني لقيت ورقة على الترابيزة. اتجمدت مكاني لأن أنا متأكد إن مكانش في حاجة على الترابيزة، وكانت فاضية من ثواني. مسكت الورقة، كان مكتوب عليها بخط إيدي أنا: ما تفتحش باب الشقة لو حد خبط. ضحكت وقلت يمكن أنا اللي كاتبها وناسي، لكن لما بصيت تحت الكلام قلبي وقع. ده مكتوب بتاريخ بكرة. وفجأة النور قطع. الشقة بقت ضلمة زي ما بيحصل في العمارات القديمة. بس بعد ثواني سمعت خبط على باب الشقة الحديد، خبط بطيء وتقيل. قلبي كان هيقف من الخضة. افتكرت الرسالة وما فتحتش. الخبط وقف فجأة. عدت دقيقة والنور رجع تاني، لكن لما بصيت على باب الشقة لقيت ورقة ملزوقة عليه من جوه. قربت ببطء وشلتها بإيد بتترعش. كان مكتوب فيها: انت ما فتحتش فدخلت من البلكونة. وفجأة سمعت صوت باب البلكونة بيتفتح بالراحة ولوحده.